وقفنا في المرة اللي فاتت بإن جاسي ينام ويريح دماغه من الأخت اللي مش بثق فيك، وحابة أقول لكم لو ما شفتوش الجزء اللي فات فانتوا فايتكم كتير. ويلا خلونا نبدأ بدون مقدمات. لما البت هيلا تلاحظ ان جاسي نام كانت عاوزة تشوف الحاجات الغريبة اللي على جسمه، او هي باين كانت عاوزة تشوف حاجة تانية. ما تغلطوش. بتعملي ايه يا حلوة؟ بتخليكي محترمة ولا هنبدأ كده القصة من اولها؟ على فكرة انا بدور على طريق عشان نعرف نطلع منه، وهل الطريق ده شايفاه في صدري مثلا ولا ايه النظام؟ يا ربي هموت. خلونا ناخد نفسنا كده الأول ويلا خلونا نكمل. جاسي بيرجع ينام تاني وهيلا بتدور على طريق يطلعوا منه، وده عشان هي عايزة تفتح طريق صغير كده، لكن بيصحى على الخبط اللي بتعمله هيلا وبيقول لها ليه انتي بتعملي حاجة مجنونة تانية؟ وبما انها ما تعرفش الطريق الصغير ده هيوديها فين، الا انها برضو مصممة تروح لهناك. بنت عنيدة بشكل. بيساعدها تطلع لفوق وبيقول في نفسه هل هي هتطلع وتسيبني هنا ولا ايه النظام؟ بيجيله الصداع المزمن ده وبيفتكر هيلا تاني، وبهنا ادرك جاسي بعد الوقت اللي استنى فيه هيلا انها مش هترجع وشكلها سابته، بس بيحصل انهيار في الطريق اللي هيلا دخلت منه وبترجع، بس عمنا البطل بيمسكها قبل ما تقع. انت فعلا رجعتي؟ طبعا هرجع عشان صاحبي لازم ارجعه. غبية، جرحتي نفسك على الفاضي. ما هو ده عشان حجمك الكبير، فاكر لازم اعمل كده عشان تعرف تطلع، وكمان قوتك هتحتاج وقت عشان ترجع. صحيح، هو هتحتاج قد ايه عشان تتعافى؟ 5 ايام. ايه 5 ايام؟ ومين يستحمل يقعد مع حضرتك 5 ايام؟ فهيلا خلاص بتقرر انها تمشي من المكان، الا ان جاسي بيهددها ويقولها لو طلعتي هنومك عشان انت مش هتقدري تحاربيهم لوحدك. فهيلا اللي بتبص عليه كده بصة حقد عشان هو بيهددها، وتقول له تمام، طب على الاقل خلينا نستكشف الطريق. وبالفعل بيروحوا يستكشفوا بس المكان ضلمه، وهو اللي بيحاول يمسك قلادة هيلا، فهي تمنعه وتقول له انها بتاعت صاحبها. بتاعت مين يا حلوة؟ هي شكلها ما شافتش الموسم التاني، فانا اسفه عشانك والله يا جاسي. فبيقول لها امسكيها وضعيها قريب من قلبك، وهي بتعمل كده فبتلاقي القلاده بتنور فجاه، فبتساله ازاي يعرف حاجه زي دي، فهو بيمشي ومش بيعبرها، لكن بيساله ويقول لها القلاده دي بتاعتك؟ فهي تقول له لا دي بتاعت صاحبي. صاحبك مين يا حلوة؟ القلادة دي بتاعتك أصلا من الأساس. الأخت هيلا مش بتسأله وتقرر إنها تكمل الطريق معاه من غير أسئلة. بعدين بيطلعوا برا الكهف، فجاسي بيوري هيلا طريق الخروج، بس الموضوع هيبقى صعب عشان يوصلوا لهناك، وحتى لو قضوا على أخو جاسي فالموضوع برضه هيبقى صعب. فهيلا بتخطط تكتشف المنطقة وكمان تشوف الإيد اللي أخو جاسي كان بياكلها، وأما بالنسبة لجاسي فهو هيكتشف المنطقة اللي في الكهف. وبالفعل هيلا بتتسلل المنطقة اللي فيها الوحوش وبتشوفه، ولكن بتحاول تتخبى منه لأن هو بيحس إن في وجود بشري معاه، وهيلا بتكون مرعوبة بس مش قدامها غير المواجهة. ولما يقرب الوحش منها فهي بتستخدم السكينة وبتضربه بيها، وبتجري تدور على الإيد اللي كانت معاه بس الوحش بيمسكها، وقبل ما ينادي على عياله فبتروح طعناه مرة تانية وبترجع معاه، لكن هي بتقدر تطلع ولكن بتكون مصابة، وبالرغم من كده بتروح تشوف الإيد والحمد لله مش بتطلع إيد صاحبها. وفي نفس الوقت كان جاسي بيكتشف الكهف وبيلاقي جثة شخص مسلوخة، وباين إن الوحش اللي بره مش السبب في اللي حصل لجثة الشخص ده. وفجأة بيطلع منها دخان غريب كده وبنسمع صوت حد بيغني، فجاسي بيجيله صداع تاني وبيسمع صوت والده بيقوله باين عليك عاوز تتعلم مشاعر البشر، عادي هخليك تتعلم اكتر المشاعر مميزة عند البشر وهي الخوف. فبيعرف جاسي ان ابوه صحى، وكمان عارف ان جاسي في ارض تاو. ليلتك سودا يا عم جاسي. فبيروح يجري عشان يشوف هيلا، وبيكون مرعوب واول مرة ليه يحس بالمشاعر دي، ولكن بيكمل الطريق رغم الرعب اللي حسه عشان يلاقي هيلا، وبيلاقيها بتحاول تهرب من الوحوش ولكنهم بيحاولوا يوجعوها عشان ياكلوها. فجاسي بيتدخل عشان يمنعهم، لكنه في الاخر بيخسر ايده، وهيلا اللي مصدومة ان هو ليه عامل حاجة زي كده، وهو بس بيقول لها انك انت الوحيدة اللي تقدري تمنعي الخوف اللي حاسس بيه. هيلا اللي بتلمسه وبتحس برعشة في جسمه وخوفه من حاجة هي متعرفش هي ايه، وفجأة بتشوف ذكرى جاسي وكأن في حد بيعذبه. فهي لما تحس بالرعب اللي حاسس بيه جاسي فبيخليها تعرف انه عنده مشاعر انسانية شبهها، فبتحاول تخفف عنه وتقول له خلينا نمشي من المكان ده، لكن ساعتها الوحوش كلها بتتجمع حوالين المكان. فهيلا تقوله هل تقدر تستخدم قوتك حتى لو لثانيتين بس؟ هتكون كفاية لينا نعبر للناحية التانية. فهو بيوافق على اقتراحه وبالفعل بينفذوا الخطة وبينزلوا من المكان، وجاس بيفعل قوته وبيحاول ان هو يقرب من الجزء التاني من الطريق، وبالفعل بيعرفوا يوصلوا. وهيلا اللي بتكون مجروحة من الحركة اللي فاتت، فجاس بيحاول يعالجها لان في وحوش بتطاردهم، فبيحاول جاس يتصدى لواحد منهم لان قوته لسه ما رجعتش، فعشان كده هيلا بتستخدم باقي القوة اللي عندها على الوحش، وجسمها بيضعف عشان استخدمتها، فبتقرر تضرب اخر سهم ليها على
اعمده عشان تمنع الوحوش يقربوا منهم، لان جاسي بيوقفها عشان خايف عليها، فبيشيلها جاسي وبيهرب بيها للمخرج الوحيد ليهم رغم ان كل الطرق مسدوده والوحوش حوالين المكان. فجاسي بيقدر يروح لطريق الخروج لان في وحش بيمسكه، فهيلا بتضرب الوحش وبيقدروا اخيرا يهربوا من المكان المرعب ده. بتكون هيلا ساعتها نفسها جاب اخره وشكلها تودع مننا لان جاسي للمره التانيه بينجل طاقته ليها، فما تغلطوش. المهم ان اختنا هيلا طول الطريق من شالة بنت المحظوظة بتنام كتير وبتخلي جاسي يصفق ليها عشان تنام لانها عاوزة تنام تصحى تلاقي نفسها قدام البوابة اللي جاسي عاوز منها تفتحها له. طبعا ايد جاسي لسه ما رجعتش بس هتاخد وقت عشان ترجع. وبمناسبة الايد فهيلا تقول لجاسي ان الايد اللي كانت مع اخوه مش ايد صاحبها، وعشان كده بتحس بالذنب لانها السبب في قطع ايد جاسي وبتعتذر ليه. اخيرا يا اختي هيلا شكلك نسيتي ان انا الكائن، بس انت مش شبههم. روحي نامي احسن لانك جايبالي الصداع من كلامك. بتعدي شويه ايام كده وايد جاسي بترجع تاني والاخت هيلا ما زالت مستريحه. جاسي بيوكلها وبيبهرها بجماله عيب كده، والاخ جاسي لسه برضه شايلها وهي لسه مستمريه بالنوم. بنت المحظوظه حد يدخلني المنهى، والله هفتح لك البوابه بس دخلني. المهم وهم ماشيين فهيلا بتسمع صوت حد بيطلب المساعده، فجاسي بيقول لها سيبك من الصوت ده خلينا نمشي. لا لازما اشوف فيه ايه يا حلوه، قلت لك خلينا نمشي. لا لازما اساعد، هي دماغها كده معلش والله. بيطلع ان في 3 متعلقين في الحبل وبيحاولوا يهربوا من الكائن ده. بتحاول هيلا تساعدهم ولكن مش بتعرف، وبتطلب من جاسي ان هو يساعدها وهو اللي بيقول لها خلينا نمشي من هنا ونسيبهم. والله عليك حركات رهيبه، ولكنه فعلا بيساعدها. طبعا الناس دي بتكون مرعوبه من جاسي عشان استخدم قوته، وكمان بيهددوا جاسي وهيلا. فهيلا بتعرف على نفسها وتقول لهم اللي فرحها ده هو جاسي ابن الحاكم، فهم بيترعبوا. واحد منهم بيروح يطعن جاسي. طبعا جاسي عارفين ان هو مش بيتقسم من البشر. اتقابلت يا عم انت. طبعا كله بيترجى جاسي ما يوقعش صاحبهم للوحش اللي تحت، بس جاسي مش بيعبرهم وبيقول لي هيلا يلا خلينا نمشي، وبيسيب ايد الشخص ده لكن هيلا بتمسكه وكانت هتجع بس جاسي بيمسكها وبيطلع الراجل من تحت وبيقول لها يلا خلينا نمشي. بس واحدة من الناس دي بتقول لهم انهم عارفين المنطقة دي كويس، شفت قلتلك هيفيدونا، بس انا مش عاوز حد يمشي معانا، فيها ايه لما نمشي معاهم؟ فجاسي بيبص عليهم كده ويا ويلكم مني. هيلا في الطريق بتسأل البنت اللي فرحها عن شاب في نفس عمرها كده ماشية من هنا او جه هنا، فهي تقول لها ما شفتش بشري جديد هنا، كمان لو في كنا هنعرف عشان احنا قبيلة صغيرة واحنا كمان الناجيين الوحيدين هنا، فعشان كده انت اول بشرية نشوفها. الناجين؟ تقصدي ايه بكده؟ تعرفي ان صاحب الارض ديت اسمه تاو وهو اللي جابنا هنا. ده اسم ابو جاسي. انتوا هنا من امتى؟ ياه اعتقد من 1000 سنة ممكن او اكتر، ده عشان احنا هنا مش بنكبر، بنفضل على حالتنا دي، بس بنموت عادي لو حد قتلنا، غير كده مش بنموت. ففي واحد بيقترح على هيلا تيجي معاه يروحوا القبيلة ويدوهم قسم ومعدات كمقابل لمساعدتهم، لكن جاسي برضو مش عاوز يثق في البشر دول، لكن هيلا بتقوله خلينا نروح نجيب قسم عشان لو اخوك رجع تاني، بس لازم ترتاحي. الاستاذ جاسي الحنين بيعمل لها مكان ترتاح فيه وكمان بيديها الفاكهة بتاعته عشان تاكلها، اخر روقان وربنا. فهيلا بتعزمهم على فاكهة بس بيرفضوا ياكلوها عشان الفاكهة دي محرمة وتخليهم يتجننوا. هل الكلام ده صح؟ شفتني اتجننت مثلا؟ لا بس انت مجنون فعلا. المهم الناس دول بيمشوا ويسيبوا هيلا فهي بترتاح شوية، وجاسي اللي بيكون متضايق لانها بدأت تثق في البشر دول. المهم بعد مدة هيلا بتصحى وبتروح تدور على الناس اللي كانوا معاهم، والمهم انهم قرروا يكملوا الطريق بس حساهم ناويين على حاجة. بعد كده بيمشوا فجأة بيظهر وحش بيجري ورا واحد منهم، فجاسي بياخد هيلا لفوق بس الناس دي بتتدخل وبتمنع هيلا تروح لجاسي وبياخدوها وبيهربوا. وهنا عرف جاسي ان شكوكه في محلها وان البشر دول اتعملوا فخ عشان يخطفوا هيلا، فجاسي بيبعد الوحوش وبيروح يدور على هيلا وبيندم ان هو ما قتلهمش في الاول. بنرجع لاختنا اللي انخطفت، بتكون نايمه في 70 نومه، هي اللي عامله نفسها نايمه، بعدين بيحطوها على الارض لانهم فاكرينها نايمه، وبتراقبها البنت دي اللي بتفكها وتقول لها هربي. فهي لما لقت ان البنت دي فيها خير قالت ما تيجي معايا احسن ما انت معاهم، وانا متاكده ان جاسم مش هيعمل ليكي حاجه. هي هيلا بس ما شافتوش من قد شويه كان عامل ازاي. المهم ان البنت دي بتوافق، ولكن بيجي الشخص ده وبيحاول يمنعهم بس بيجي من فوق والله تستاهل. فبيجي الشخص التاني ده وهيلا بتهدده بقتل البنت اللي معاه. الراجل بيصدق الموضوع وبيترجى هيلا ما تعملش كده، وكمان بيعيط. فهيلا بتساله ايه الغرض من خطفي، فبيقول لها اننا كنا عاوزين نخدع رئيس القبيله، فاحنا فكرنا لو اخدناكي عشان نقنعه انك انت الشمان، وبكده البنت الساي اللي معاهم دي مش هتتعاقب، وكمان احنا عاوزين نساعد الناس عشان قوانين رئيس القبيله ما بقتش نستحملها، خصوصا بعد تحريمه الاكل فاكهه جاسي. واضح ان رئيسكم بيكره جاسي واكيد هيحاول يقتلني. بقول لكم ايه، انا هنا عشان ادور على صاحبي مش عشان اساعد حد تاني. ففي واحد منهم عشان يشد انتباه هيلا عشان تساعدهم، فبيقول لها ان في واحد في القبيله بتاعتهم شاف واحده باين
باين اسمها كان كواي او كان كيو، حاجة زي كده. شافها من فترة واحتمال تكون عارفة فين صاحبك. فهيلا اللي بتسكت كده لان الاسم ده مش غريب عليها، الاسم ده اسم ام صاحبها اللي بتدور عليه. فهيلا بتحاول تفكر انه ازاي حد ليه نفس الاسم، بتهزروا يعني كده الابن والام مختفيين. المهم ان هيلا مش واثقة فيهم، ولكن رغم كده هتساعدهم وبالمرة تدور على اخبار عن ام صاحبها. انا شكلي اتنسيت، مسكين والله يا عم جاسي. بعدين هيلا بتوصل معاهم للقبيلة اللي اهلها بيكونوا مشغولين بقتل واحد من الوحوش، وبيظهر لنا قائد القبيلة. فالاشخاص اللي مع هيلا بيقدموها للزعيم ويقولوا ليه ان هي كاهنة وبتعرف تستخدم قوة الحاكم. طبعا الزعيم مش مصدقهم اكيد، ومين الاهبل اللي هيصدقهم اصلا. فهيلا بتستخدم قلادتها وتاكد ليهم على كلامهم يعني كده وكده. بس ما شاء الله عمنا الزعيم بيعرف على طول ان هيلا بتستخدم قوة جاسي، ومنعرفش ازاي عرف. هيلا اللي بتنصدم ان هو ازاي عرف. وهنا لما القلادة اتفعلت فجاسي عرف بمكان هيلا. اوبا ايه الحلاوة دي. الرئيس بيجي له حالة اهتمام بقلادة هيلا، وشكله عارف هي ايه القلادة دي. لا مش كده وبس، الرئيس مهتم بجاسي تحديدا لان جاسي هو اللي جاب الرئيس لارض تاو، ودلوقتي هو مهتم بهيلا لانها تكون مفتاح عشان يلاقي بيه جاسي. المهم بيرحب بهيلا في القبيله وبيروحوا للقريه، وفي الطريق بتسال هيلا عن بوابه موجوده في ارض تاو. ففي واحد بيقول لها ان المكان هناك خطير، بس رغم كده كان في واحده عرفت تفتح البوابه دي، كان اسمها كوي تقريبا. فهيلا اول ما تعرف انها ام صاحبها على طول تقول له عن تفاصيل الموضوع ده، بس هو بيقول لها ان محدش عارف تفاصيل، كل اللي نعرفه انها اول بشريه تفتح البوابه. فهي بتسال في نفسها لان ممكن تكون ام صاحبها اتقابلت مع صاحبها في ارض تاو، ولا ممكن ان جاسي كان بيدور على صاحبها الاول قبل ما يطلب من هيلا انها تفتح ليه البوابه. فبتسالهم عن ايه البوابه دي، طبعا محدش منهم عارف يجاوب. فالرئيس بيقول لها ان ده كله مجرد كلام، خلينا نكمل الطريق. وفي نص الطريق بيطلب من هيلا تنضم للقبيله، لكن هيلا بترفض العرض بتاعه لان هدفها حاليا تفتح البوابه لجاسي عشان تعرف تلاقي صاحبها. فرئيس القبيله مش بيعجبه الموضوع وبيطلب من هيلا تفضل في القبيله والمره دي كزوجه ليه. ايه ده والنبي. المهم ان هيلا بترفضه، وهو لما لقاها رفضته فبيتجاهل رفضها وبيقول لها خلينا نكمل الطريق. فبيوريها المكان الوحيد اللي يقدروا ياخدوا منه ميه، بس من مده ما بقاش بيديهم كفايتهم من الميه، ودي لعنه على مخالفه القوانين، وعشان كده بياكلوا لحوم الوحوش وبيشربوا دمها بدل ما ياكلوا الفاكهه المحرمه. فهي تقول انها اكلت منها بس ما حصلهاش حاجه. فهو بيرد عليها ويقول لها عشان كده جاسي اتقسم معاكي السلطه. وهي ما بتكونش فاهمه اي حاجه، لكن بتحس بحاجه غريبه وبتبص كده وبتلاقي ساي مسجونه. الرئيس بيمسك هيلا وبيقول لها ان ساي مخطئه لانها اكلت الفاكهه وتستاهل العقاب على مخالفتها القوانيني. طبعا هيلا تقول له انت مجنون يا عم انت. من مده طويله، واحسن ليكي لو عاوزه تورينا نيتك الصالحه انقذي ساي وساعد القريه. في الوقت ده بيتجمع الوحوش مره تانية عشان يهاجموا ساي. فهيلا بتحاول تعمل حاجه للوحوش دي بس مش بتقدر. ولما الرئيس بيشوف ان هيلا مش بتعرف تستخدم قوه جاسي فبيؤمر بحبسها، لكن بيحصل فيضان فجاه وهيلا بتستغل الفرصه عشان تنقذ ساي. وبيجي هابو ويساعدها. اللي بيسال مين هابو، هو ده الشخص اللي كان بيعيط. بس المشكلة هنا ان المية في المكان بقت تزيد، وعشان كده اصحاب هابو بيساعدوهم، والرئيس ابن السحلية بيكون مخطط لده اصلا وبيمشي من غير ما يساعدهم. فهيلا واللي معاها بيطلعوا وبيحاولوا يوصلوا للجسر، لكن الشلالات اللي بتنزل دي بتدمر طريقهم الوحيد للخروج، وحاليا مستخبيين في المكان. لكن فجأة كده هيلا بتحس بقوة جاسي في المكان. فهيلا بتاخد حبل عشان تعرف توصل لجاسي، وبكده هتعرف تنقذ أصحابها. فبتقفز في المية عشان تعرف توصله، وقوة جاسي بتخليها تعرف طريق الخروج فين. وأخيرا بتطلع هيلا وبتلاقيه. بجد اتأثرت يا جماعة. في اللحظة المؤثرة دي جاسي بيبصلها بنظرة كده، فهيلا تقول له في ناس محتاجين مساعدة. وهل الناس اللي محتاجين مساعدة هم اللي أذوكي بالشكل ده؟ لا، أنا اللي قفزت عشان أعرف أوصلك. أنا كنت هرجع ليكي الليلة دي بس حصل فيضان وعشان كده هم محتاجين مساعدة. مساعدة؟ ليه هنساعدهم؟ مش هم اللي خطفوكي؟ كمان بيحاولوا يأذوكي وانت رغم كده عاوزة تساعديهم؟ أنا لازم أقتلهم وده هيبقى أكبر مساعدة ليهم. استنى كده، هو ايه اللي تقتلهم؟ مش انت ليك ان البوابة تنفتح وخلاص؟ طب ايه كل الغضب ده؟ غضب؟ هل ده هو الغضب؟ طب ايه اللي مخليني كده؟ ليه بتساعدي اي انسان وبتعرضي حياتك للخطر رغم اللي عملوه ليكي؟ انتوا البشر بتعيشوا حياة قصيرة. كمان يا هيلا خلينا نمشي ونسيبهم، انت ما تعرفيهمش. هل انت بتفضلي الموت على انك تبقي وحيدة؟ وفجأة كده بيظهر لجاسي ذكرى لهيلا وهي بتعيط على وفاة جدتها. فجاسي لسه هيتكلم عن اللي شافه، فهيلا تمنعه يتكلم عن الموضوع ده، وبتفتكر ان ابوها كان بيبيع ارض جدتها بعد ما ماتت، وان الذكرى دي مؤلمة بالنسبة ليها، فعشان كده بتقرر انها تهرب. وجاسي بيمسكها وبيحاول يمنعها. بكائك بيؤلمني ايضا يا هيلا،
موت جدتك ما كانش ذنبك على أي حال، بس كان ممكن أمنعه. إيه الفرق؟ حتى لو منعتي ده فهي كده كده هتموت في الآخر، لأن دي طبيعة البشر. بس الأمر مؤلم. لو كان مؤلم ليه مش مهتمة بحياتك؟ ولا حياة الغير أهم من حياتك؟ كل حياة مهمة بالنسبة ليا، فعشان كده خليني أمشي. هيلا مش قادرة أخليكي تمشي، خايفة إنك تختفي وتسيبيني، بس شكلي هساعدهم عشانك، لكن بشرط إنك تعطيني حياتك. مش فاهمة. يعني ما تخاطريش بحياتك عشان حد، بل خاطري بحياتك عشاني أنا وبس، لأنك بتنتمي ليا. شكلك غيران منهم على فكرة. ممكن. تمام أنا موافقة. انتي بقى خليكي هنا وأنا هروح عشان أجيبهم لك. وبالفعل جاسي بيروح ليهم وبيساعدهم يطلعوا. والله إنك جامد يا عم جاسي. طبعا الأخت هيلا لأنها فرحانة فبتشكره على إنه ساعدهم، فهو بيقرب منها ويقول لها تيجي معاه عشان يروحوا يجيبوا الباقي، فهي تقول له مش كنت عاوزني أفضل هنا؟ كنت عاوزة أخليكي هنا، بس بما إني في البشر دول فأنا مش مطمن. والله عليه حركات. المهم هما في الطريق، فهيلا بتسأل جاسي عن الرئيس، هل هو من جابوا الأرض تاو؟ هيلا هل هتزعلي لو قلتلك إن أنا مش فاكر؟ انت على طول مزعلني، ايه الجديد يعني؟ معاك يا حاج. طب يا جاسي، الرئيس محرم الفاكهة عشان اللعنة، هل الكارثة دي ليها علاقة بأكل فاكهتك؟ بتهزري صح؟ انت عارفة ان فاكهتي مش مضرة، بس اعتقد ان اللعنة دي ممكن تكون بسبب عقد مع اخويا التالت. المهم انهم بيروحوا عشان ينقذوا باقي الناس، ومنهم الرئيس السحلية، بس بدل ما يقبلوا المساعدة بيهاجموا جاسي وهيلا، والمشكلة انهم بيعرفوا يوجعوا هيلا، وهيلا اللي بتصحى وتلاقي نفسها مع السحلية، وهو فجأة كده بيقول لها ما تتحركيش، وكمان ما تظهريش اي تعبير عن الخوف، عشان لو عملتي كده فهنموت من حاكم المنطقة منال. منال ده بيكون الابن التالت لابناء تاو الملعونين، يعني اخو جاسي من الاخر. المهم ان منال بيهاجم السحلية، بس هيلا بتدافع عنه وبتفكر في كلام الرئيس ليها على انها ما تظهرش اي تعبير للوحش ده، بس منال بيقرا افكار هيلا وبيطلع عشان يخلي هيلا تترعب منه، فمنال بيقرب منها وبيقول لهيلا انها بتشبه واحده بيعرفها، كانت برضو مش بتخاف من وشه، بس ريحتك شبه ريحه جاسي، هل انت حبيبته؟ هو خطف أعز أصحابي. هو ليه كله بيبقى متوتر لما الموضوع بيتعلق بجاسي؟ مبين عليه شكله حلو. أنا بس لو كنت بشبهه شوية فما كنتش هعاني أبدا. هل أنت كنت بتهتمي ببشرية؟ فمنال مش بيرد على هيلا، وردة فعله بتثبت صحة كلامها، فتقوله لو أنت كنت مهتم ببشرية ليه بتأذي الناس اللي في القبيلة؟ اخرسي. أنا متأكدة إنك أنت عاوز حد يسمعك. صدقني أنا مش هحكم على مظهرك، ولو مش مصدقاني تقدر تقرأ أفكاري عشان تعرف أنا بكذب ولا لا. فمنال بيصدقها وبيقول لها لو عاوزة تساعديني هاتيلي وشك، ساعتها مش هكون مخيف ومحدش هيخاف مني، وبكده هيسمح ليا والدي أروح لأرض البشر عشان أنتقم منهم. طبعا هيلا مش فاهمة أي حاجة، بس المؤلفة بتورينا حكاية منال، وإنه لما انولد أبوه تاو طرده من البيت وخلاه يروح لأرض البشر، وهناك بيشوف ولادة طفلة بنت الزعيم اللي هتكون زوجته بعد كده. بس في الأول كان منال مكروه من البشر بسبب شكله كله معتبر وحش، وهو اللي بيبقى عاوز يكون محبوب مش أكتر، ولأن شكله مختلف عن البشر لكن مشاعره إنسانية، إلا إن هو بيكره نظرات الخوف والاشمئزاز، وكان بيقتل أي حد بيبص عليه بالشكل ده. وفي يوم كان منال رجع البيت بيسمع صوت حد بيتكلم عن انه اخيرا قدر يخلف طفل شبه البشر، والموضوع بيخلي منال يزعل اكتر، وكان عاوز يشوف الطفل ده عن قريب، بس بيسمع صوت ابوه وبيقوله ما يقربش منهم وانه يمشي من هنا احسن ليه. بعد كده بتعدي فترة ومنال بقى بالغ في العمر، وساعتها بتعرف عليها البنت اللي كانت طفلة قبل كده، وهي كانت اول بشرية متخافش من منال او تقرف منه، وكانت اول شخص يفتح قلبه ليها، وبيحكي لها عن رغبته بان هو عايز يبقى شبه البشر ويعيش شبه، وهي لما تشوفه كده بتقترح عليه ان هو يتجوزها، وبكده كل اللي هيشوفه هيعرف ان هو متجوز من بشرية ومش هيبقى فيه فرق بينه وبين البشر، وهو بالفعل بيكون سعيد بكده، وبيروح عشان يقول لابوه عن ان هو هيتجوز بشرية، وبالفعل ابوه بيوافق، ولما بيجتمع مع البشرية دي تاني وبيقول لها على موافقة ابوه على جوازهم، فهي بتكون ردة فعلها غريبة شوية لانها ما كانتش متوقعة ان الحاكم تاو هيوافق بالسرعة دي، وبيتضح ان هي كانت قصدها من الجوازة دي انها تحبس الحاكم تاو وعياله بعيد عن ارض البشر، عشان كده قفلت البوابة عليهم، بس للأسف مش بتعرف تهرب ومنال بيمسكها، وبيكون مش مصدق خيانتها ليه، لكنه مش بيهتم لموضوع الخيانة لأنها حاليا ماتت بين إيديه، وانتهى الموضوع بإن منال اللي تعاقب بحبسه في المكان ده. هي اللي بتتعاطف معاه وتقول أنا موافقة أديك وجهي لكن مش دلوقت، لما أموت تقدر تاخده، وبما إن حياة البشر صغيرة بالنسبة ليك. ساعتها العم جاسي أخيرا بيدخل في الموضوع، هو ليه كل إخواتي عاوزين البشرية بتاعتي، لو أنت عاوز تهاجم فأنا يسعدني يكون اليوم ده يوم وفاتك.
استهدى بالله كده. ايه مش انت كنت عاوزة نقتل السحلية دي؟ بس ده اخوك. جاسي ما تتدخلش، انا وهي عاملين صفقة مع بعض. ايه وحياة امك؟ صفقة ايه دي ان شاء الله؟ اشرحيلي. هو يحرر اهل القبيلة مقابل ان هو ياخد وجهي، بس ده لما اموت. انا قلت اني لازم اقتله حالا. ما تعملش كده. دلوقتي بتدافع عنه؟ انت عارفة انك انت بتغضبيني مرة تانية. انت مش هتخسر حاجة. يعني ده اللي انت عاوزاه؟ منال خد وجهي لما اموت. بتهزر معايا؟ انت حاكم مش بتموت. ما تخافش، موتي هيبقى قريب اكتر مما تتوقعوا. وهي اللي بتكون مصدومة من كلامه وتسأله عن الكلام اللي بيقوله هل هو حقيقة ولا لا. بعد ما نخلص اتفاقنا انا وانتي ساعتها هتكون نهايتي. بيعمل عقد مع منال شبه العقد اللي عمله مع هيلا قبل كده، بس هيلا بتتدخل. العقد ده معايا انا مش معاه. هيلا ما تعصبينيش اكتر من كده، ولا عاوزاني اقتله ونرتاح من الصداع ده؟ كفايه، خليني اتعامل مع الموضوع ده. لا يا منال، انت قلت انك منال وقع معايا حالا لو انت عاوز تعيش. وبالفعل بيوقع منال مع جاسي. هيلا بتكون زعلانة من كده وبتحاول توقف نزيف العقد بعد ما انختم عليه، وبتتكلم في عليها عشان يعرف يسمعها منال، وتقوله ان لو هي ماتت الاول فياخد وشها ويفك عقده مع جاسي. فهو بيسألها ليه هتعمل حاجة زي كده، فهي تقوله عشان مش عاوزة ده يحصل. هيلا يلا خلينا نمشي، ولا انت بتتكلمي معاه؟ لا يلا خلينا نمشي. بيطلعوا من هناك وبيكون جاسي ناقل كل اهل القريه، ولان الفيضان انتهى والميه اختفت من المكان فكل اهل القريه بترحب بهيلا وجاسي. بس عمنا الرئيس السحليه متضايق لانهم بيتعاملوا كالابطال مكانه. طبعا هيلا بتكون متعصبه منه وبترميه في الميه لانه كان عامل عقد مع منال عشان يسيطر على اهل القريه بانهم ما ياكلوش اي فاكهه، وغير ان هو بيلزمهم بقوانين غبيه ما تاكل منها. ايه عجبتك طعمها؟ تربيتي. انا عملت ده عشان احمي القريه منه. هو شخص مخادع محدش يثق فيه. خدع ابويا وجمع اقوى محاربين القريه عشان يجيبهم المكان ده، بس فجاه ابويا ما رجعش ولا حتى المحاربين. يا عم جاسي ما تقول اي حاجه. ابوك هو اللي فضل يقعد هنا وتخلى عن قبيلته كمان، وهو اللي جالي عشان يعقد صفقه معايا همنح لعائلته القوة مقابل انه يساعدني نحارب والدي، بس في الاخر فضل المكان ده وخني وقال لي والدي على كل حاجه، وده كان عقابي. والدي قطع ودني وزرع مكانها ريش. وهنا هيلا بتفكر في المشهد ده لما كانت بتشوف ذكرى الجاسي، وعمنا الرئيس مش بيصدق ويقول لهم ما تصدقوش كلامهم، انتوا ما تقدروش تعيشوا من غيري، انا وفرت لكم الامان. طبعا اهل القريه مش بيعرفوا ينطقوا بكلمه لان كلامه فعلا حقيقه رغم قوانينه الغريبه دي. وهيلا مش بتعرف تعمل اي حاجه ليهم رغم انها بتحاول تقنعهم بانهم ما يستسلموش عن اللي بيحصل، اللي نهابه بيجي وبياخد الزعامه من الرئيس لانه مش عاوز يفضل عايش على نفس القوانين الغبيه دي. واهل القريه بيرحبوا بالفكره، ولان الرئيس بيرفض اللي بيحصل فهابو بيامر انهم يحبسوه. ممكن تخلينا نمشي بقى؟ ففي واحده بتقول لهم يرتاحوا الاول قبل ما يمشوا، بما ان الليله دي هتبقى حفله للرئيس الجديد. وهيلا بتوافق على عرضها وبتكون سعيده ان القريه هتبقى بامان. وبالليل الكل بيحتفل بهابو وبتقعد تتكلم معاه والناس يا جاسي خالص والله صعبان عليا. وبتعدي مدة وهيلا أخيرا قررت تدور على جاسي، وبتعرف إن هو بيستحمى، والبنت دي بتدي لهيلا هدوم عشان تديها لجاسي بدل الهدوم اللي قاعدين يظبطوها له حاليا. وبالفعل هيلا بتروح للخيمة اللي فيها جاسي من غير حتى ما تستأذن. والله يا قليلة الأدب يا هيلا. طبعا أخينا جاسي بيقول لها ما تيجي تستحمي معايا أحسن، فهيلا ترمي الهدوم في وشه وبتطلع بره وهو بينادى عليها وبيقول لها إن هو مش بيعرف يلبس الهدوم دي. إيه ده بقى؟ هل هيلا هتفوت فرصة زي دي مثلا؟ ده أنا كنت ضربتها عشان عاوزة أشوف ما تغلطوش. فهيلا عادي بتدخل عشان تظبط ليه الهدوم ولا كأن حاجة حصلت من ادي شوية، وهو بيسألها هل هي حبة البشر دول، وهو بيكون قاصد حد معين كده بس شكلك غيران يا عم جاسي. فهي تقوله انهم ناس طيبين، انت بتهتمي بيهم اكتر مني. فهيلا بتنصدم كده وعمنا جاسي بيروح زنجها في الحيط وبيسألها ان لو هي لقت صاحبها هل كانت هترجع وتسيبه، فهي تقوله ما كنتش هرجع. مش هترجعي ها؟ هل لانك بتهتمي بيا؟ فبتيجي الاخت دي وبتبوظ عليهم اللحظة، وربنا انتي اسطورة. بتطلع هيلا عشان تشوفها وبتسيب جاسي لوحده عادي ولا يهمك كان هفضل معاك. بيجي صبح اليوم التاني والبنت اللي بوظت اللحظة عليهم امبارح بتدي جاسي هدومه، وهيلا اللي ساعتها بتودع الناس اللي تعرفهم. ممكن نمشي بقى؟ بقول لكم ايه، ما تدخلوني القصة. هابو اللي معاه بيوصلوا هيلا وجاسي لطريق يقدروا منه يوصلوا للبوابة بشكل أسرع، وأخيرا بيكملوا طريقهم وبيقعدوا يتكلموا عشان يضيعوا الوقت، وهو بيكون قاعد بيساعدها تعدي الطريق. فبيمسك ايديها عشان خايفة لا تروح هنا ولا هنا. جاموسة بيسحبها وراه وهم لسه مكملين ماشي، فهيلا بتسأله ايه اللي هيحصل لو في علاقة حب بين البشر والحكام. هو ده تقريبا تأثير فهو يقول لها انت شفت اللي حصل بين البشر والحكام، دايما البشر مش قادرين يفهموا الحكام ولا الحكام قادرين يفهموا البشر، وعشان كده العلاقة بينهم مستحيلة. لكن والدتك بشرية وابوك حاكم،
ما هي دي المشكلة. المهم ان جاسي مش بيفتح موضوع امه وابوه لانه بيلاحظ ان هو وصل للمكان اللي انولد فيه، وبيقول لهيلا ان هو عايز يوريها مكان ولادته وبيخليها تطلع لفوق عشان تشوفه، وبيطلع ان هو مكان شبه العش فيه ورد كتير. فعمنا جاسي حابب يهزر معاها شويه فبيخليها تطلع وتنزل وتنزل وتطلع، وهي اللي بتبقى مبسوطه اخر انبساط. وجاسي لما بيشوف ضحكتها بينبهر من شكلها. بعدها بيقرب منها وبيقول لها اضحكي مره تانية، شكلك بيبقى حلو وانت بتضحكي. هيلا اللي بتلاحظ ان جاسي مش طبيعي من ساعه الحمام، فبتساله اذا كان حس بحاجه من ناحيتها، فبيقول لها ان هو مش عارف، وان اللي حاسه ممكن تكون مجرد مشاعر بشريه معديه كده بسبب العقد اللي بينه وبين هيلا، وانه حاكم والحكام مش بيبقى عندهم مشاعر اساسا. بس فجاه كده بيبقى في صوت كده، فهم بيبصوا على ايه الصوت ده، فبيلاقوا ابني كمان من عيال اخو جاسي بس صغنطوط، وهيلا اللي بتشوفه وتقول عليه كيوت. الكيوت ده لما يكبر هياكلك على فكره. المهم ان جاسي بياخده وبيرميه، بس الكيوت ده بيرجع تاني لهيلا. بس لقين العم جاسي متضايق لانها بتحب ابن اخوه، وكمان اتصاحبت على اخوه منال، اما هو فدايما مش بتثق فيه. فهيلا لما تشوفه متضايق كده تقول له على فكره المشكله فيك مش فيا. المشكله فيا انا؟ ها؟ وبعدها بيرمي الكلب ده وبياخد ايديها وبيمشوا، وبيدخلوا مكان ضلمه كده، وهيلا بتستخدم القلاده وجاسي بيبقى فرحان انها بتستخدمها، وبيكملوا مشي والكلب ده بيرجع تاني وبيحذر هيلا، لكن ساعتها بينزل حاجه كده على جاسي. المهم ان هيلا بتحاول تبعد الحاجات دي عن جاسي وبتعرف تطلعه، لكنه مش بيصحى وبتحسبه ميت، بس لما تقرب منه بتلاقيه بيتنفس عادي. فهي بتفكر في طريقه تصحيه بان هي تنقل الطاقه ليه زي ما بيعمل ليها كده، يعني من الاخر هتعمل ليه تنفس اصطناعي، وهو الاستاذ بيكون صاحي اصلا وبيكمل لها التنفس الاصطناعي. عمنا جاسي بيستغل الفرصة صح، عيب عليك والله. فهي تقول له هل انا كده قدرت انجل الطاقة بتاعتي ليك؟ فهو بيضحك كده وبيقول لها طاقة ايه؟ انا الوحيد هنا اللي اقدر انجل الطاقة. ايه؟ بس عجبتني، خلتني احس باحساس حلو. فهي تقول له منحرف ابعد عني. المهم انهم بيقرروا يكملوا الطريق اخيرا، وجاسي بيستخدم قوته عشان يقطع الحاجات الغريبه دي، بس بيحصل حاجه لجاسي وبينزف دم، وبيعرف ان هو دخل جوه جسم واحد من اخواته، وبما ان لعنه جاسي مش بتسمح ليه ان هو يأذي اي حد من اخواته، ولانه استخدم قوته من ادي شويه عشان يقطع الحاجات دي فخلت قوته تضعف، فبيطلب من هيلا انها تمشي حالا. فهي تقول له انها ما تقدرش تسيبه وانها تقدر تحميه، بس للاسف اخو جاسي بيسحبه بعيد. فهيلا ساعتها بتهرب مع الوحش الصغير اللي معاها. في الوقت ده جاسي مش بيعرف يتحرر من الحاجات دي، بس رغم كده جاسي بيحذر اخوه ان هو ما يلمس هيلا، لكن اخوه مخلي الوحوش الاول تمسك هيلا، ولكن هي بتهرب منهم بمساعدة الكلب الصغير اللي معاها. وفي الوقت ده كان البتاع ده بيحاول يعمل صفقة مع جاسي بان هو ياخد هيلا مقابل ان هو يفتح البوابة، وهنا جاسي بيتعصب عليه، بس اخوه بيقول له هل هتفضل بشرية على اخوك اللي من لحمك ودمك؟ ما تنساش انا حاكم شبهك ومستحيل اخونك طالما هعقد الصفقة معاك، انا مش شبه البشر الخاينين، فعشان كده اتخلص منها يا اخي. فجاسي بيسكت كده وبيحاول يفكر في كلامه، فاخوه بيحاول يستفزه اكتر ويقول له هل انت بتحبها؟ فجاسي بيتفاجئ من كلام اخوه، واخوه بيضحك عليه لان تعبيره بتاكد ليه كلامه، وبيقول لجاسي ان هو بقى يشبه ابوهم والبشريه دي هتبقى شبه امهم. فجاسي بينصدم والموضوع كانه بيرعبه. ساعتها هيلا بتدخل عليهم، بس جاسي ما زال التعبير ده على وشه كانه حاسس بالندم لانه بقى يحب بشريه. ساعتها اخو جاسي بيعرف ان ابنه خانه، وبنعرف ان الصغير ده هو كان الوحش اللي هاجم هيلا وشرب من دمها، بس مات ورجع انولد تاني، ولان هو شرب من دمها قبل كده وان دم هيلا مختلط بقوه جاسي، فده السبب اللي مخليه متعلق بهيلا وبيساعدها. المهم ان اخو جاسي بيسيب الموضوع ده على جنب كده، وبيطلب من هيلا حياتها عشان يعرف يتحرر من ابوه مقابل ان هو يحرر جاسي ده لو هي مهتمه لامره. فهي بتوافق بشرط ان هو يجاوب على اسئلتها، وهو فعلا بيحاول يجاوب على كل الاسئله اللي هي بتسالها. وجاسي ساعتها ما كانش عاوز هيلا تخسر حياتها، لكن هابو والجماعه بيجوا وبيهاجموا الوحش وبيحرروا جاسي، لكن اخوه بيهرب وهيلا بتحط خطه عشان يعرفوا يهربوا من هنا. فجاسي مش بيعوز هيلا تساعد البشر، لكنه للان ما يعرفش يغير رايها، وبيقرروا انهم يقتلوا اخوه بما ان هو ضعيف ومش هيبقى فيه مشكله في قتله، وبكده هيساعدوا البشر ان هم يعرفوا يهربوا. لكن في وحش بيهاجمهم، فجاسي بيخلي هيلا تروح ورا اخوه وهو هيتصرف مع الوحش ده. وفعلا هيلا بتروح لاخوه وبتمسكه، وبدل ما تقتله بتخليه يشرب دمها، وبكده هيلا سيطرت على اخو جاسي. وفجأة بتحس بحاجة غريبة وبتشوف مكان غريب، وبتعرف من اخو جاسي ان هو بقى مقيد بسلسلتين، واحدة من ابوه والتانية من هيلا. فهي بتعرف انها بقت متحكمة في ابنه كمان، وده بسبب ان دمها فيه قوة جاسي، وهي بتطلب منه ان هو يوقف عياله عن مهاجمة اصحابها. فهو بيقول لها ان هو مش متحكم فيهم بل ابوه، وعشان اقدر اتحكم فيهم فانت محتاجة تكسري سلسلة والدي اللي متحكم فيها الاول. فهي بتقرر تروح للمكان اللي جاي منه السلسلة، وبتشوف التاو وبتقرب منها عشان تعرف هل هو صحي ولا لا.
ابو جاسي طلع مزي يا جماعه، بيقول ليها انها قطعت طريق طويل عشان توصل لهنا، وبنلاقي ان هو كسر السلاسل بنفسه. بعدها بيرجع وعي هيلا تاني، وبتعرف ان اخو جاسي اتحرر، بما ان عياله اتحرروا فكده ابو جاسي ما بقاش ليه سلطه عليهم، وان هي المتحكمه الوحيده في اخو جاسي، فبتأمره ان هو يبعد الوحش اللي بيهاجم جاسي، وهي بتروح عشان تفتح البوابه اللي كان جاسي عاوز يفتحها، وبكده هيلا هتقدر ترجع صاحبها وكل ده هينتهي. بس بتزعل انها مش هتشوف جاسي تاني بعد ما تخلص مهمتها. في الوقت ده كان جاسي بيسأل اخوه عن هيلا، فبيقول له انها راحت تفتح البوابه، وجاسي ساعتها بيحاول يستوعب هو ايه اللي بيحصل. ساعتها هيلا بتكون قريبه من البوابه وبتعدي الطريق عشان توصل، ولما تحاول انها تفتح المكان فجاسي بيمسك ايديها ويمنعها، وهيلا مش بتبقى فاهمه اي حاجه، ومش بتبقى عارفه ليه جاسي وقفها، ولكن جاسي فجاه بيسيبها وبيظهر لنا وشه الحقيقي، وبيأمر هيلا تضحي بحياتها عشان تفتح البوابه. فهيلا برضو بتكون واقفه ومش فاهمه حاجه، لكن لما تستوعب هو بيقول ايه بتيجي على الارض وبتحاول تفكر، ومش بتلاقي ان جاسي طول الوقت ده كان بيخدعها عشان يبقى ليها مشاعر من ناحيته، وبكده يقدر يخليها تضحي بحياتها. ولما تقوله هل ده صح فهو بيجاوبها بان كلامها صح، فبتقف وبتضربه لانه خدعها، وبيقول لها ان ام صاحبها كانت عامله معاه اتفاق بان هو يجيب ابنها هنا مقابل انها تفتح البوابه، لكن هي خلفت الصفقه اللي بينا. مش هستغرب، انتوا البشر دايما خاينين، انت بس كل اللي تعمليه انك انت تفتحي البوابه. فهي تقول انا مش هفتح اي بوابات، لكن جاسي بيهددها باصحابها اللي هم هابو واللي معاه، فبتحاول تروح ليهم لكن كانت هتقع، فهو بيمسكها لكن هي بتبعد عنه وتقول له انت ازاي فيك كميه الشر دي، حسبتك شخص طيب لكن انت مجرد كائن، هل انت خايف تكون شبه والدك؟ كان عندي حق اني ما اثقش في مخلوق شبهك. فهلا بتمشي وبتقرر تفتح ليه البوابه وتقول له هل انت فعلا قادر تشوفني اموت؟ فهو بيحاول يمنع مشاعره ليها ويقول لها انها كده كده هتموت بسبب العمر، ايه الفرق لو ماتت دلوقت؟ تمام، لكن اتمنى ان موتي يخليك تحس بمشاعرك الانسانيه. وبتدخل لجوه المكان وجاسي بيكون واقف قاعد يفكر في كل وقت قضاه معاها، وبيحاول يتخلى عن مشاعره ليها لكن مش بيعرف، وبيدخل عشان يوقف هيلا لانه ادرك قيمتها، لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن. بيكون جاسي اتاخر جدا، ولما بيلاحظ ان جسمها وجع بيحس باحساس عمره ما حسه قبل كده، وكأن حد بيطعن قلبه بسكين، ولاول مره يجرب احساس الالم. ساعتها البوابه بتنفتح، لكن ايه لازمه البوابه دلوقت لانه حاليا خسر الانسانه اللي بيحبها. لا، القصة مش هتنتهي كده طبعا، بس ده كان الموسم الأول، إن شاء الله هبقى انزل لكم الموسم التاني، ومتنسوش إنكم تدعموا السلسلة بتعليق يشجعني عشان استمر. وبس كده، أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.